كمية الشعر اللي موجودة على السرير دي مش طبيعية، مش طبيعية. منظر يخض. سيبوني اشفي غليلي منه. ونحط ايه ده؟ انا ايامي معدودة. أنا موافق إن شعرك يبقى كده. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى هنشرب كده ريد بول على روح حليب على اللي هيجرى فيه. انا اللي صبرت في العيد وفضلت كده بعامله حلو جدا عشان البه المقلب من هنا. مش ايام سودا مني يا جماعه. النهارده انا جايه ارد كرامتي وارد كرامه الجيش بتاعي كله، وهنعمل فيه حته مقلب خليه كده ما ينامش. بصوا بقى انا مش ناوي اسكت النهارده لما المقلب ده الاقي حليب كده عمال بيعيط زي ما عيطني، زي ما عمل فيها كل ده وسكت فيه. قلت هنخرج مشوار حلو، راح زقلني كده. دخلت انا في الرعب بقالي ربع ساعه يا جماعه بلف في اصوات غريبه. انا كنت بموت، جالي اكتئاب يا جماعه اقسم بالله. اليوم ده كنت مرعوبه خايفه جدا وقعدت اعيط. النهارده بقى انا هموت قلبي، ومهما يعيط والله ما هيصعب عليا. هخليه كده يقعد نص ساعه يعيط عشان حرام اللي حصل فيا ده. ولو ما عيطش والله لا اعمل فيه سلسله مقالب كامله كده تخليه يا جماعه ما بينامش. هجننه، هخليه كده ما يثقش فيا بربع جنيه تاني. مقلب النهارده يا جماعه هيهز قلوب كتير جدا، بس خلي بالكم المقلب ده في حليم. احنا عايزين حليم هو اللي يعيط مش انتوا خالص. والعميل السري اللي هيساعدني النهارده هو الشجر. ما شاء الله يعني مليان البيت كله شجر. التصوير كله بتاع النهارده معلش استحملوني شويه هيكون بالمنظر ده عشان ما يشكش فيه نهائي. وهحط كل الكاميرات في كل الشجر بتاع الفيلا كلها. ادي شجره وادي شجره وادي شجره هناك خالص، وتقريبا دي اللي هنستخدمها اصلا. وادي شجره. البيت كله فيه شجر. الحته اللي احنا عايزين نحط فيها الموبايل هنحطه فيها عادي. مقلب النهارده كان محتاج باروكه كده حلوه طويله، وفي نفس الوقت يكون شكلي تعبان ووشي مصفر كده شويه، وكمان بصوا شعري مبهدل ازاي. فاكيد عرفتوا المقلب هيكون ايه. يعني باروكه زي دي وشي تعبان اكيد هيكون ايه. مقلب النهارده هو ان انا جالي المرض الخبيث، اعوذ بالله عني وعن السامعين وعن اي حد اصلا وعن كل الحبايب، بعد الشر عن الناس كلها. بس هعمل فيه المقلب ده بتاع النهارده عشان انا عايزاه يعيط. لما نشوف بقى هقدر استرد لقب ملك المقالب ولا ايه. انا عارفه ان خساره وكل حاجه والله، بس عشان المقلب هنعمل ايه؟ هنقصقص شويه شعر كده وهنحطهم بشكل عشوائي بحيث انه يبان ان شعري واقع في كل مكان. ناخد كمان حبه. يلا بينا بقى نحطهم. اقسم بالله ده انا يعني اتخضيت من الشكل اصلا. هحط شويه كده عند المخده عندي هنا عارفين، بستلذ قوي وانا بعمل فيه المقلب ده. يعني حاسه ان انا فعلا مبسوطه كده. المنظر يخض. سيبوني اشفي غليلي منه، ده ياما عمل فيا. بس وهنبدا في اول زرع كاميرا الحليم. يلا بينا نحطها. ايوه حلوه قوي كده. ده كده تمام جدا. نظبط بس الزاويه بتاعه السرير عشان يشوف الشعر وكل حاجه فيها تمام. ده تمام جدا. ربنا يستر على اللي يحصل فيك يا حليم. انا بجد مش صعبان عليا خالص. كده خلصنا، بس هو تقريبا خلاص طالع من الحمام. ربنا يستر يا رب وما يقفش اي حاجه. بس هي الكاميرا مش باينه يعني. تيجي نعمل الكمين بتاع امبارح ده. ايه ده؟ ايه ده يا بابا؟ ايه يا بابا؟ ايه الشعر ده كله؟ ايه ده؟ شعرك بيقع؟ ايوه شعري بيقع بطريقه غبيه قوي. مالك يا بابا؟ مصدعه جدا اصلا، تعبانه جدا النهارده. ماشي بس ده مش طبيعي ان الشعر ده كله يبقى واقع كده. مش طبيعي ده. ايه ده؟ شعري كله بيقع. انا تعبت والله العظيم وتعبانه قوي مش قادره. بس شعري اصلا بقى فاضي مبقاش فيه حاجه. طب ماشي، ما احنا كده لازم نروح للدكتور. مش عايزه اروح في حته. ايوه تعالي انزلي بس كده تحت نقعد في التكييف كل حاجه هتتظبط. تعالي روح يا حليم بقى بجد. تعالي خلاص جايه وراك. طيب هغير هدومي وجايه. بس شايف؟ انا شايف بس ده مش طبيعي ده يا أمل. ده كتير قوي ده يا بابا. ده انا كل يوم بشيله اصلا وبلمه. بص قد ايه كل يوم بشيله. ده كل يعني ده كده اقل حاجه في وانا عشان اليوم. لولي بتعيط هروح ابص عليها بصه وتكوني جيتي. ماشي ماشي يا بابا. يلا ما عقبال ما انا
خلاص لو كده مش لازم نصور حاجه النهارده بقى. مش قادره اصلا اصور حاجه، انا تعبانه قوي. طب خلاص خليها يوم تاني عادي. شايفين الشعر قد ايه فعلا؟ يعني انا قصيت كتير قوي بصراحه. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ هحط باروكه عشان هو كسفني واحرجني ان انا شعري بيقع. عشان شعري بيقع هلبس باروكه. اصبروا بس عليا، انت اللي خدت بالك ان شعري بيقع ولولا انك قلت لي ما كنتش لبست الباروكه ولا عملت حاجه في نفسي. اصبر عليا يا حبيبي، اصبر عليا، ما انت ايامك بيضه معايا. انا هتعمل فيا كده؟ انا امل تعمل فيا كده؟ ماشي حلو قوي والله، ما هتصعب عليا. وانا ايه ده؟ انا بقى شكلي في افلام الرعب. يعني انا اقلعها اكرمني والله. كده تمام قوي. والله الباروكه مش بطاله خالص. اكتر حاجه صعبه هعملها دلوقتي ان انا ازرع كاميرا تحت وهم قاعدين. هو تقريبا بدا يحس ان انا تعبانه شويه. يلا بينا عشان انا متحمسه جدا. الحمد لله ان انا لحقت ازرع دي هنا. هو هناك عمال بيلعب مع لولي. هو لحد دلوقتي لسه ما خدش باله مني اصلا. بعدين يلعبوا. هحاول بقى ان انا ازرع الكاميرا دي كمان. يلا بينا ربنا يستر. الحمد لله لحقت ازرع الكاميرا دي. بس ما لحقتش اصلا. دلوقتي عمال بيلعب مع لولي مش واخد باله مني. يعني ناخد الملك ونشوف ماما اللي عيانة. ماما اللي عيانة. ماما لها صح يخلصوا. ايه امال عمالة تعيطي ليه لما انت مش جعانة؟ ماما عيانة يا لولي. ماما عيانة يا لولي. مش هنوسخ نفسنا بقى؟ ها؟ ايه ده؟ ايه؟ انت ايه اللي انت لبستيه ده؟ لبست باروكه. اليا يا اليا، تيكيلا يا اليا بليز. تيكيلا. تراي ميلك. يا لولي يا لولي. خدي تك 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 تك. يلا تعبانه يا حليم. هيكون في ايه يعني؟ انا مش فاهمه بجد. عمال تسالني من الصبح. طيب انت لبست الباروكه دي ليه؟ انا عايزه انت مش قلت لي شعرك بيقع وشعرك فاضي وخلاص؟ يعني اصل انا بقى قرعه، يعني لما البسها من دلوقتي احسن، بحيث ان انا اتعود عليها عشان لما بقى قرعه ما يبقاش شكلي وحش. ابقى خدت على دي بقى. طب انت شعرك يقع ليه؟ ده اللي انا عايز افهمه من بدري. وبعدين انا ما عايرتكيش، انت ليه محسساني ان انا معايرك؟ انا كل اللي قلته كميه الشعر اللي موجوده على السرير دي مش طبيعيه. ماشي طيب، ما هي مش طبيعيه، ما انت كده ايوه يعني معناها ان احنا المفروض نروح خلاص نكشف. خلاص يا حبيبي، نروح نشوف شعرنا بيقع ليه. تقولي شعرك حلو والباروكه حلوه عشان ما فيش حل غيره. هو ايه الاسلوب؟ هو ايه اللي مفيش حل غير كده؟ يعني انت منين قررت ان مفيش حل اساسا؟ حليم، مش الفترة اللي فاتت كنت بقول لك ان انا عايزه اروح للدكتور وكنت بروح وكده؟ وبعدين؟ لما كنت بقول لك انا رايحه مع ماما للدكتور بعمل تحاليل وكده. بعدين؟ ماشي، هو انت ازاي مش حاسس ان انا شعري بيقع بطريقه غريبه جدا وعماله كل شويه بعمل تحاليل؟ انت ازاي مش حاسس كل ده؟ برضه عايزه تقولي ايه؟ انا ما فهمتش. الاخبار بتاعت التحاليل بتقول ان انا مش هعيش فتره كبيره. ان انا ايامي معدوده. بتهزري صح؟ لا مش بهزر، عشان كده شعري بيقع بطريقه غبيه
دي بسبب التحاليل. انا عندي مرض وحش. فين التحاليل دي؟ ماما جايبها لي. ودي ماما جايبها لك، هي كلها على الموبايل اصلا. هو الدكاتره اللي قالت لي كده، قالت لي انا ايامي معدوده، انا مش هعيش كتير وهريحك مني بقى، وهريحك من شعري اللي عمال بيقع، وهريحك من كل حاجه. طيب يا ستي، هو انا قلت لك ان انا تعبت من شعرك اللي بيقع؟ انا كل اللي قلته ان شعرك الكميه اللي وقعت مش طبيعيه. ماشي يعني خلاص، اهي بقت طبيعيه، اهي بقت طبيعيه دلوقتي، خلاص عرفت ان هي بقت طبيعيه. طب ممكن خلاص استحمل بقى شوفي شعرك دلوقتي. لا مش هقلعها، انا لا موافق مش شعرك كده، انا موافق يا ستي ان شعرك لا يا يبقى كده. حبيبي لا بقى ما ايوه. انا موافق ان شعرك يبقى كده. ايه بقى؟ شعرك جميل اهوت وزي الفل، ما فيهوش اي حاجه. ليه بقى نقلق بقى؟ خلاص يعني خلاص يا حبيبي بقى، ليه تسمع صوتك كده؟ ليه تخلي شكلي عامل كده يعني دلوقتي؟ ليه تخليني انت صعب عليا نفسي؟ هيقع، كله هيقع، هبقى قرعه، كله هيقع. ايوه بتكلم جد، انا مش بهزر. انت مش شفت كميه الشعر عامله ازاي؟ كل يوم بيقع، كل يوم بيقع، بص انت لو عملت كده، بص امسك. ماشي، انا ملاحظ ان شعرك بيقصر ماشي، بس مش بيقصر، ده مش معناه ان يبقى لازم في حاجه وحشه. ممكن يبقى قله تغذيه، مفيش مشكله. دلوقتي انا عايز افهم امك اللي كانت معاك في التحاليل. الف سلامه يا بابا، الف سلامه. الف سلامه. طب انا في ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. فيكي ايه؟ اموت يا حبيبي، مش قادره يا ستي ما تقوليش كده بعد الشر. اموت وايامي معدوده يا بنتي ما تقوليش كده، قلت مش نعلي صوتنا عشان لولي فوق وصاحيه. مش عارفه اعيش ازاي الايام دي اصلا. طب انت حاطه ايدك على وشك ليه؟ مالك؟ هجيب لك ميه. طيب مش قادره. طيب ثواني، هجيب لك ميه، هجيب لك كوبايه نحط فيها ميه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. في ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ امل، في ايه يا بابا؟ امور تعالى يا حبيبي. ايه يا بابا؟ ايه مالك يا امول؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الموبايل فين دلوقتي؟ يا نهار ابيض يا امول، يا بابا. يا نهار ابيض يا بابا. امول، اخلص. استغفر الله العظيم يا رب. التليفون ده اخلص. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش، الموبايل مش متسجل عليه ولا اسم ولا اسم. انا اعرف الارقام دلوقتي منين؟ يوه. ايه ده؟ انا كنت بحلم حلم وحش قوي يا حبيبي. انا كنت بعمل حلم مقلب وحش قوي. كنت بحلم حلم وحش جدا. صحتني بتقعد على سنانك ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ يلا صباح الخير يا حبيبي، اقوم اعمل لك فطار. كنت بحلم حلم وحش جدا جدا، اكني بعمل فيك مقلب وحاجات كده غريبه. مش عارفه. اقعدي ايه؟ اقعدي. انا بقول اقعدي. انت هتضطريني اعمل حاجه لاول مره في حياتي اعملها. ايه؟ والله العظيم ابدا. يا حبيبي هو انا ضربتك تاني؟ دي حاجه تتعمل؟ دخلتيني بيت رعب وخليت كان هيجيلي سكته قلبيه. كان هيجيلي سكته قلبيه بسببك. عارف يعني ايه؟ كنت هموت. تقوم قايله لي ان انت عندك مش عارف ايه وشعرك بيقع. ايوه لازم. شعرك بيقع؟
شعرك بيقع؟ ايوه مش عارف. اصل انا مش خدتش بالك يعني، مش عارفه ازاي بصراحه. لو كان عندك مخ بربع جنيه وتعرف ان انا امون ملك المقالب هتشك فيا على طول، لكن انت ما تشكتش فيا خالص. ومعنى كده ايه؟ ان انا امون ملك المقالب سنكت الموضوع صح. تصوري فين بقى؟ تعالى تعالى. بصي على الشجره الحلوه دي في قفاك. توقعت ما توقعتش. بصي على اللي هناك. توقعت ما توقعتش. وفي واحده فوق يا عيني عماله تتصور مع نفسها كده، بس مش مشكله ما طلعناش فوق اصلا. انا رديت لك المقلب بقى. انا اخفي من وشي علشان انا اخفي من وشي. بس تعالى بس يا حبيبي، ما تبقاش بايخ بقى. ما تبقاش بايخ بقى. ما تبقاش بايخ بجد. بقول لك ايه؟ احسن كل المقلب عيط براحتك، ولا هيهمني ان انت تتكلم ولا تقول حاجه اصلا. اثبتت لكم يا جماعه ان انا امون ملك المقالب. مش لازم هو يقول، عادي جدا، مش فارق معايا اصلا. بس خلاص بدل هو شرب المقلب وما توقعش الكاميرات ولا توقع اي حاجه، امون ملك المقالب بجداره. ده كده كده يعني. تعالى اشرب ميه براحتك. تعرف ان انا شربت ريد بول على روحك اصلا. تعالى ريد بول؟ والله شربت. دي بتاعتك؟ بتاعتي. تعالى بس. انا بتشربوا ريد بول على روحي؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. شوف انت ما دمعتش ولا دمعه واحده، وانا وعدتهم. والله العظيم عيني دمعت وربنا. انا وعدتهم لو ما نزلتش دمعه من عينك هعمل فيك سلسله مقالب. عارف يعني ايه؟ يعني هتنام وتصحى بمقلب. اختم معاكم الفيديو لحد هنا يا جماعه عشان شكلي بقى وحش قوي، بالذات بالمنظر ده. شكلي بقى والله العظيم ما هعديها لك. سلسله مقالب حضرتك، مش مقلب واحد. وربنا يسترها عليا يا رب. هختم معاكم الفيديو لحد هنا يا جماعه. توحشوني كده.